هل عمرك فكرت إزاي ممكن تتابع قصص القديسين العظيمة وتعرف أعياد كنيستنا القبطية يوم بيوم وكل ده يبقى في جيبك وعلى موبايلك؟ بلاش تحتار، هنساعدك تختار. أهلا بيك في المنيو. هنساعدك تختار إيه التطبيقات اللي تستحق تجربها وسط بحر الابليكيشنز اللي على الموبايل والإنترنت. تطبيقنا النهاردة هو السنكسار القبطي كوبتك سنكسار. ده مش مجرد تطبيق عادي، ده كنز حقيقي. هو كتاب حياة القديسين. ايه اللي بيقدمه التطبيق ده بالظبط وازاي ممكن يستفيد منه الشباب والخدام؟ تعالوا نشوف. متابعة سير القديسين وأحداث الكنيسة يومياً. التطبيق ده بيخليك تتابع سير القديسين وأحداث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول بأول. يعني لو أنت خادم شباب تقدر كل يوم تاخد قصة قديس جديدة وتحكيها للولاد والبنات في اجتماعك. بيوفر وقت ومجهود كبير في البحث. متوفر بلغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية البحث. تقدر تستخدم التطبيق بلغتك المفضلة، عربي أو إنجليزي، والأهم إنك تقدر تبحث عن اسم أي قديس أو حدث مهم موجود في السنكسار. يعني لو بنت بتخدم في اجتماعات الأمهات أو الأطفال وعايزة تتكلم عن القديسة دميانة مثلا، هتلاقي سيرتها كاملة بضغطة زر. أداة قوية للتقويم والتحويل بين التواريخ. التطبيق ده بيشتغل حسب التقويم القبطي أو الميلادي، وبيقدر يحول لك أي تاريخ قبطي الميلادي والعكس. ودي ميزة عظيمة لخدام الخدمات القيادية والإدارية اللي محتاجين يعرفوا مواعيد الأعياد القبطية الثابتة والمتغيرة في أي عام. ده غير إنه في تطبيق مصغر ويدجت ممكن تحطه على الشاشة الرئيسية لموبايلك عشان تعرف التاريخ القبطي يومياً. تخيل معايا، تقدر تعرف سير القديسين يوم بيوم وتستفيد منها روحيا، تتابع أحداث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول بأول، تحول أي تاريخ قبطي لميلادي والعكس بكل سهولة، تبحث عن قديس معين وتقرأ كل معلوماته، تتابع الأعياد القبطية الثابتة والمتغيرة في أي سنة، وكل ده ممكن تعمله من غير إنترنت كمان. بصراحة تطبيق السنكسار القبطي ده كنز حقيقي، ما تفوتش الفرصة. حمله دلوقتي من الرابط اللي هتلاقيه في وصف الحلقة. قولوا لنا في التعليقات تحبوا المنيو الجاي يكون عن تطبيق إيه؟ لو منيو النهاردة أفادك يا ريت توصله لناس تانية ممكن يستفيدوا هم كمان. المنيو وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. سلام.